السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناة علمني. إذا جاء ذكر سيناء لا تنسى أبدا أنها أرض أصل الغذاء والدواء، تنبت بها شجرة العوسج وهي صالحة للأكل ومعمرة لمئات السنين، وأزهارها بيضاوية أشبه بطعم العنب المالح، وأول من أكلها الأستراليون الأصليون من آلاف السنين، وساعد في نقلها وانتشارها في جميع الأراضي طائر يسمى إيموس. وبالمناسبة هي موجودة ومزروعة بكثرة في السعودية وفي الكويت وفلسطين، وأيضا في دول وبلاد الشام ودول حوض البحر المتوسط. العوسج تسمى أيضا بأسماء الغرقد، هل عرفتوها؟ الغرقد أو الحسنون أو عنب الديب جاء ذكرها في المسيحية في العهد الجديد في إنجيل متى، وجاء ذكرها عند اليهود في الإصحاح الخامس كحكاية، وجاء ذكرها في الإسلام على لسان نبي آخر الزمان وخاتم النبيين المرسلين عليه الصلاة والسلام عن ذكر علامات القيامة. هي متحدثة وهي كلمة المسلمين في نهاية آخر الزمان، إلا أنها تملك الكثير من الخواص العلاجية والطبية لمقوية للعظام ولمضادة للالتهابات والفطريات، وأوراقها تفتت الحصوات التهابات الكلى، وثمارها ملينة للمعدة، وكذلك تنبت الشعر، كذلك مقوية للعظام، وكذلك تخفض درجة الحرارة وتخفض أيضا ضغط الدم وتساعد على التئام الجروح، وأيضا تدر البول والدورة الشهرية، ولها خواص طبية عديدة. ولكن عند التعامل معها مباشرة علينا التعامل من خلال المختص، فهو الوحيد الذي يعلم ما بها، لأن بها بعض المواد السامة المضرة، وعلينا استخلاص ما المادة الفعالة منها من خلال الصيدليات، فهي أمان لكل إنسان.